السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بيكم في حكاية جديدة من بودكاست حكايات مبرمج. حكايتنا النهاردة هتكون عن التايم مانجمنت، وده هيكون موضوع جميل لأن أغلب اللي موجودين في المجال نفسهم اليوم يبقى عبارة عن 48 ساعة عشان يلحقوا يخلصوا كمية الحاجات اللي وراهم، خصوصا إن إحنا بيبقى عندنا 8 ساعات نوم و8 ساعات شغل و8 ساعات للمذاكرة و8 ساعات للأهل والصحاب والعبادات. ده غير الوقت اللي بيضيع طبعا في المواصلات والطريق ووقت الترفيه بتاعنا. فخلّونا قبل ما أبدأ أوضّح مفهوم بسيط ألا وهو إن مفهوم إدارة الوقت ده أصلًا مفهوم خاطئ، وده لإن الوقت حاجة مش بإيدينا، فإزاي حاجة مش بإيدينا إن إحنا نتحكم فيها هنعرف نديرها؟ فمش منطقي إن إحنا نقول عليه time management يعني إدارة وقت، ولكن المفترض إن كل واحد فينا عنده نفس ال24 ساعة اللي عند أي حد في الدنيا، فإحنا كلنا عندنا 24 ساعة كل يوم. فالشطارة بتكون في تنظيم الحاجات اللي هتعملها خلال ال24 ساعة دول، وإزاي تعرف تنظّم مش تدير، إزاي تعرف تنظّم وقتك والتاسكات أو المهام اللي أنت بتعملها في خلال اليوم في ال24 ساعة دول. فمبدئيًا كده أي حد نِفْسه إنه ينظّم وقته أو حاسس إنه مش عارف ينظّم وقته بشكل كويس، مفترض إنه يسأل نَفْسه الأول هو أنا ليه أصلًا محتاج أنظّم وقتي؟ يعني إيه الهدف أو الغاية من تنظيمي لوقتي ده؟ وده لإن الهدف من تنظيم الوقت ممكن يختلف من شخص للتاني. فبيكون عندنا حد عايز ينظّم وقته عشان يعرف يذاكر بشكل كويس، وعندنا حد تاني عاوز ينظّم وقته عشان يعرف ينام بشكل كويس، وعندنا حد تالت عاوز ينظّم وقته عشان يعرف يقعد مع أهله وأصحابه بشكل كويس لأنه هو مقصّر في النقطة دي، وعندنا حد تاني عاوز ينظّم وقته عشان حاسس إنه مش بينتج كفاية وفي حاجات كتير جدًا في حياته مش عارف إن هو يعملها. فتحديدك للهدف اللي أنت عايز تحققه من تنظيم الوقت عامل مهم وهنعرف ليه كمان شوية. تعالوا دلوقتي نتكلم مع بعض كده عن شوية التكنيكس دي مبدئيًا كده استعمالها هيسهّل علينا تنظيم الوقت شوية. وقبل ما أحكي لكم عن تجربتي الشخصية مع تنظيم الوقت، خصوصًا يعني فترة الكلية، من ساعة فترة الكلية اللهم لك الحمد، وده طبعًا فضل من ربنا قبل أي شيء طبعًا. فاللهم لك الحمد على ده. أنا كان تقديري كويس في الكلية، كنت شغال في النشاط الطلابي وماسك فيه مسؤولية تقريبًا لمدة 4 سنين متوالية، وماسك مسؤولية في اتحاد الطلاب، وكنت شغال بجانب الدراسة part time social media marketing، وكنت برضه شغال graphic designer، وكنت ماشي في المجال وكورساته وخلافه. وطبعًا الدراسة كانت أولوية بالنسبة لي فترة الكلية، وعشان كده أنا لمّا جالي التعيين رفضته. وطبعًا أنا باهزر وممكن نبقى نتكلم عن التجربة دي في حلقة تانية. ولكن خلّونا نرجع للتكنيكس اللي إحنا عايزين نتكلّم عنها النهارده في الحكاية بتاعتنا. وأول تكنيك معانا هو قاعدة ال5 دقايق. بمعنى لو في أي حاجة في يومك أنت شايف إنها هتاخد أقل من 5 دقايق، قوم اعملها واخلص منها. وده لإنّك لو كسّلت هتفضل حاسس على مدار اليوم إن وراك كمية حاجات كتيرة جدًا عايز تخلّصها، ورغم إن الموضوع كان ممكن يخلص لو قُمت عملتها في نفس الوقت. فطالما الحاجة اللي عندك دي مش هتاخد وقت، قوم واعملها واخلص منها. فهتلاقي طبعًا إن عندك حاجات زي إنّك محتاج ترُد على رسالة معيّنة، محتاج تبحث عن حاجة معيّنة عاوز تشتريها مثلًا على سبيل المثال، أو حد طلب منّك حاجة وأنت عارف إن المهمة دي أو الtask دي هتاخد أقل من 5 دقايق عشان تخلص. فطول ما أنت مراكمها عليك هي وغيرها كتير من التاسكات الصغيرة اللي برضه ممكن تخلص في 5 دقايق، هتحس إن وراك كمية حاجات كتيرة جدًا ويومك زحمة على الفاضي. فكده أول تكنيك معانا لو الحاجة اللي بتعملها هتاخد أقل من 5 دقايق قوم واعملها واخلص منها. تاني تكنيك هو الPromodoro تكنيك، وده طبعًا أغلبنا سمع عنه وهو نظام جميل جدًا خصوصًا في الشغل والمذاكرة، وكلنا سمعنا عنه طبعًا من فيديوهات أحمد أبو زيد ودروس أونلاين الله يبارك له. وفكرته بكل بساطة إنك بتشتغل أو بتذاكر لمدة مثلًا 25 دقيقة وتاخد 5 دقايق break أو راحة. التكنيك ده فايدته مش بس في تنظيم الوقت، لإنك كده مثلًا أنت عندك على مدار اليوم ال8 ساعات هتشتغلهم كده. فالPromodoro تكنيك ده بالعكس، ده بيقول لك أنت بدل ما هتذاكر مثلًا أو تشتغل 8 ساعات، إحنا هناخد 5 دقايق من كل 25 دقيقة. طب أُمّال فايدته إيه؟ فايدته في النقطة اللي اتكلّمنا عنها فوق، لو تاخدوا بالكم إن الغرض من تنظيم الوقت هو تنظيمك للمهام اللي أنت عايز تعملها في خلال الوقت ده، أو بمعنى أدق إنّك عايز تستغل ال24 ساعة بتوع اليوم بأحسن شكل ممكن.
فنظام زي البرومودورو ده هيساعدك مثلا لو انت بتذاكر ان انتاجيتك في المذاكره تكون افضل ومستوعب اكتر، على عكس مثلا لما هتيجي تذاكر مره واحده وتديها مره واحده مثلا 4 5 ساعات مذاكره وانت بقى مش طايق نفسك، وفي الاخر تلاقي في الاخر ايه المحصله بقت صفر، وعاوز كمان ساعات اضافيه غيرهم عشان تذاكر تاني، ونيجي في الاخر نقول انا مش لاقي وقت للمذاكره. هي الفكره مش في الوقت قد ما الفكرة بتكون إنتاجيتك واستيعابك خلال الوقت اللي أنت بتعمل فيه الحاجة اللي عايز تعملها دي كان عامل إزاي. وطبعًا الكلام ده عام وكل واحد ليه طريقة خاصة بيه، في ناس بتحب الPomodoro Technique وبتشتغل بيها، وفي ناس على النقيض تحب تقعد تركّز مدة معيّنة مرّة واحدة وتخلص منها، ولكن طبعًا أنصحكم تجرّبوا الطريقة دي، مش هتخسروا حاجة لو جرّبتوها، وبالعكس ده ممكن تفيد ناس كتير جدًا إن هم يشتغلوا بنِفس شوية، وخصوصًا لمّا ياخدوا 5 دقايق break بعد كل نُص ساعة مثلًا. فكل أمّا تفصل شوية كده تشيل الفيشة من دماغك وتقوم 5 دقايق تعمل أي حاجة وترجع تاني، الموضوع دوّة هيحسّن من جودة الحاجة اللي أنت بتعملها. وزي ما قُلت كل واحد ليه الطريقة الخاصة بيه. طيب تالت تكنيك معانا هو مصطلح بيبقى اسمه كده eat the frog، يعني كُل الضفدع الأول، ودي فكرته بكل بساطة إنّك تبدأ بأصعب حاجة وراك في بداية اليوم. وده لإنّك لو خلّصت أكبر حاجة عندك في بداية اليوم، بنسبة كبيرة هتحس إن في غُمّة انزاحت من عليك وخلصت خلاص، على عكس ما تسيبها وتلاقيك كده على مدار اليوم عمّال تفكّر فيها، أنا ورايا دي، يا لو أخلّصها، وهتفضل دايمًا معكننة عليك. فطول ما الtask أو مثلًا مهمة معيّنة أو حاجة معيّنة عايز تعملها وشايف إن هي كبيرة، حاول تبدأ فيها في بداية يومك عشان ما تفضلش تفكّر فيها على مدار اليوم، فده يعني يأثّر عليك بالسلب. رابع تكنيك معانا كُلّنا عارفينه وساعات بنعمله وساعات مش بنعمله، أو ساعات بنمشي عليه وساعات ما بنمشيش عليه، ألا وهو الto do list أو بمعنى أصح قائمة المهام. فحاول دايمًا سواء في بداية يومك أو في اليوم اللي قبله بالليل عشان ما تضيّعش الوقت، تكون مقرّر إيه الحاجات المهمة والأساسية اللي عاوز تعملها في اليوم ده، وكل أمّا تخلّص على حاجة اشطبها من الto do عشان تحس بإنّك عملت إنجاز وخلصت من المهمة دي خلاص. وهاركّز تاني على النقطة دي، حاول دايمًا تعمل الTo do list بتاعتك يا إمّا في بداية اليوم خالص أول ما تصحى، يعني بعد أمّا تفوق كده وكل حاجة، يا إمّا اليوم اللي قبليه بالليل، وأنا أفضّل إنّك تعملها اليوم اللي قبليه بالليل، عشان لمّا تيجي تصحى من نومك تكون أنت أصلًا مرتّب يومك هيحصل فيه إيه، ما تقعدش بقى تضيّع وقت إنّك تقعد تسكرول وتقعد تشوف ده شوية وتشوف ده وتفتح تلفزيون وتشوف النت ومش عارف إيه وكده، كل ده هيconsume من وقتك بشكل كبير جدًا لو أنت مش مرتّب ومخطّط اليوم المفروض يمشي إزاي. خامس تكنيك وده للناس اللي بتنسى زي حالاتي كتير، تقدر تعمل منبهات أو reminders تفكّرك بالمهام اللي أنت عايز تعملها في أوقات محددة، وليكن مثلًا أنا عايز أروح الgym في وقت معيّن وساعات بانسى، خلاص، أو عايز أحُط وقت مخصص للقراية، أو عايز أخصص وقت لوِرد قرآن، أو عايز أخصص وقت لدورة معيّنة أو لدرس معيّن عايز أسمعه. حاول دايمًا تعمل reminder تفكّرك عشان تقوم تعمل الحاجة دي في وقتها وما تكسّلش، خصوصًا لو أنت عايز تبني روتين خلال اليوم. فلو عايز تبني روتين خلال اليوم حاول تعمل reminders عشان تبقى مسستم دماغك وعقلك إن في الوقت ده أو في الtime slot ده أنا المفروض أعمل الحاجة الفلانية. سادس تكنيك وهو وجهة نظر بصراحة ومش عارف الناس هتحبها والّا لأ، ولكن أنا بافضّل إن أنا أكون شبه الsingle thread اللي شغال على task واحدة وsequential، أو بمعنى أدق باحب لمّا أشتغل في حاجة أركّز على الحاجة دي بس، ما اقعدش أعمل حاجة جنبها أكتر من حاجة تانية. وده لإن عقلنا بالطبيعة هيتشتت من الcontext switch اللي عمالين نعمله كل شوية زي ما بيحصل في الmulti threading. فحاول تركّز على الtask أو الحاجة اللي بتعملها وانسى موضوع الmultitasking ده خالص لو عاوز تزوّد من إنتاجيتك. سابع تكنيك معانا دلوقتي، إحنا كده تقريبًا وصلنا لسابع تكنيك، هو إنك تحاول تستغل وتفهم التكنولوجيا اللي حواليك. في كمية إمكانيات دلوقتي بقت موجودة في الموبايلات، وليكن أنا مثلًا عشان باستعمل iOS فممكن دلوقتي بقى في حاجة زي الshort cuts تقدر نعمل من خلالها شوية automations وحاجات كتير هتوفّر علينا وقت ومجهود كبير بدل ما نعملها بشكل يدوي. والكلام ده طبعًا مش هيحس بيه إلا الناس اللي شغّالة في أكتر من حاجة، وبيحتاجوا فعلًا أدوات تساعدهم في إدارة حياتهم بشكل أفضل، وليكن مثلًا يكون في synchronization بيحصل بين أكتر من device عشان الكلام ده لو ما تمش استغلاله بشكل كويس هنفقد الإنتاجية بشكل كبير. عايز مثلًا كنت بادوّر على حاجة وعايز أحطها في حتة معينة وعايزها تسync مع الموبايل عشان لمّا أفتحه في نفس الوقت، لو أنا ما عملتش ده بشكل automations وقعدت أعمله بشكل manual الكلام دوّة هيبقى time consuming بالنسبة لي. مهم جدًا إن إحنا نفهم التكنولوجيا اللي حوالينا ونستغلها بشكل كويس جدًا. تامن تكنيك هو الdelegation أو التفويض بمعنى أصح. لو أنت عندك مهام ينفع تعمل لها delegation أو تفويض
يعني مثلًا لو أنت شغّال في حاجة وعارف إنها هتاخد منّك وقت وليكن 3 ساعات وفي إمكانية إن حد تاني يعملها، خلّي الحد التاني ده يعملها عادي جدًا. الموضوع يبان غريب شوية، ولكن خلّونا نشرحه بشكل مبسط. دلوقتي هنعتبر إنّك عندك شوية tasks معيّنة عايز تعملهم في اليوم، ومن ضمن الtasks دي شغل مفروض يخلص ووراك مشوار مهم برضه مفروض إنه يخلص. والله لو ليك صديق أو أخوك ممكن يخلّص لك المشوار ده وأنت عارف إن ما فيهاش حاجة، خلاص لا بأس إنك تطلب ده منهم وتفوّض لهم المهمة دي إن هم يعملوها، وده هيوفّر عليك وقت إنك تشتغل في الشغل بتاعك اللي هو المهم. فأحيانًا التفويض ممكن يكون كمان بإنّك تدّي فلوس لشخص إنه يعمل لك حاجة. فمثلًا خلّونا ناخد مثال مع بعض، لو أنت دلوقتي مثلًا الشغل واقف عليك في الساعة، لو أنت مثلًا freelancer أو أنت عارف إن الساعة بالنسبة لك هتُقف ب$10 فوالله خلاص لو في task مثلًا هياخد منّك 4 ساعات، أنت ممكن تدّيها لحد تاني ويكون سعر الساعة بتاعته أقل، بس أنت عارف إن هو هيخلّص لك الشغل ده وبجودة كويسة، وفي الآخر تدّي له تمنه في ال4 ساعات دول، واللي بالطبيعي هيبقى بالنسبة لك أنت أقل، وتستثمر أنت في وقتك وفي شغلك اللي كان ممكن تستثمر فيه ويكلّفك ال40 دولار. فبدل ما كنت مثلًا هتخلّص الشغل ده ب40 دولار في خلال ال4 ساعات، لأ أنا هادّي لحد تاني يعملهم ب20 دولار وأنا آخُد ال40 دولار فأنا كسبت ال20 دولار. أنا هنا باتكلّم طبعًا من ناحية فلوس، ولكن أنت بُص لها بمفهوم أعمق شوية، إن دايمًا استثمارنا هو مفروض إن استثمارنا يكون في وقتنا، لإن الوقت ده أغلى حاجة. فأنت وقتك مهم، فلو في حاجة تعرف تفوّضها لحد إنه يعملها مكانك وأنت تستثمر وقتك ده في إنك تعمل حاجة مهمة سواء ليك أو حاجة هتعود عليك بدخل أو ما إلى ذلك، فأنت أولى بده. فأنت كده كسبان، وبرضه الشخص اللي أنت فوّضته هيكون كسبان، خصوصًا لو أنت بتدّي له برضه فلوس مقابل الخدمة اللي بيعملها لك. تاسع تكنيك إنك تتعلم لو وقتك ما يسمحش بحاجة معينة تتعلّم تقول لأ عادي وتعتذر، ما فيهاش أي مشكلة. في ناس كتير بتتكسف من الموضوع ده وبتشوفه إنه ممكن يكون قِلّة ذوق، ولكن في مواقف كتير جدًا الموضوع ممكن يستنى عادي. يعني لو وراك حاجة urgent ووراك خروجة مع زمايلك، عادي تعتذر وتقول لأ، ما فيهاش قِلّة ذوق ولا أي حاجة. وبرضه كل واحد يقدر بمعرفته بناءً على علاقاته مع الناس وما إلى ذلك، يحدد إذا كان فعلًا إنه يقول للشخص ده لأ في وقتها ده هيكون قِلّة ذوق والّا لأ منّه. ولكن الفكرة في الموضوع كُلّه إنّك ما تتكسفش وتسيب نَفْسك وإن الناس تكون هي واخدة منّك وقتك لمُجرّد إنّك بس مش عايز تكسفهم أو تحرجهم. وده طبعًا بيظهر كمان في الرَد على رسايل الناس لو بيسألوك في حاجة، أو حد طلب منّك حاجة معيّنة وأنت وقتك ما يسمحش بده، اعتذر وقُل والله أنا وقتي مش هيسمح بده، فأنا آسف. والمفترض إن الناس تكون مقدّرة حاجة زي كده وتحترم فعلًا ده، إنّك ردّيت عليهم واعتذرت لهم إنّك مش متاح في الوقت ده، وإن فعلًا عندك حاجات مهمة، ولكن هترجع لهم تاني وترُد عليهم تاني لمّا وقتك يسمح. عاشر تكنيك هو إن دايمًا لو عندك مهام كبيرة، وده هتشوفوه قريب أوي من الalgorithms. لو أنت عندك مهام كبيرة أو tasks كبيرة شغال عليها أو شغل كبير، حاول تجزّأه أو تقسّم المهام الكبيرة ديّة لمهام صغيّرة، بحيث تعرف تدير كل واحدة لوحدها. حاجة كده زي الdivide and conquer اللي شُفناه في الalgorithms. فهتبدأ تاخد المهام اللي عندك الكبيرة دي وتقسّمها لمهام صغيّرة، وتبدأ تmanage كل واحدة فيهم لوحدها بسهولة. وده طبعًا هيساعدك إنك لو عندك شغل كبير إنك تقدر تقسّمه وتعرف تتعامل معاه بسهولة، وطبعًا إنتاجيتك هنا هتزيد جدًا. خصوصًا إنك بدل ما كنت تشتغل في الtask الكبير ده أو المشروع الكبير أو أيًا يكن اللي أنت شغال عليه بشكل عشوائي ومش محدد له خطة ولا plan واضحة. فكونك تقسّمه لأجزاء صغيرة تعرف تديرها وتخطط لها كويس، ده هيزوّد من إنتاجيتك. التكنيك رقم 11 هو إنك تحاول تستغل الكالندر. الأجندة من أفضل الحاجات اللي ممكن تنظم بيها وقتك بشكل مظبوط، وخصوصًا إن دلوقتي ما شاء الله بقى ممكن تعمل sync على تقريبًا كل الأجهزة. فسهل جدًا إنك يبقى عندك tracking كده أو تتتبع المهام اللي وراك، وتحجز كمان slots في أوقات معينة تعمل فيها حاجات محددة لو عاوز تخلق لنفسك روتين معين أو روتين يومي. عشان برضه إيه، ما تسيبش نَفْسك وتسيب كل task ياخُد الوقت اللي ياخده بشكل عشوائي، فبالتالي الإنتاجية ما تبقاش يعني أفضل حاجة. فأنت لو في ناس خصوصًا لمّا مثلًا يتسحلوا مثلًا في حاجة معيّنة أو task معيّنة، تلاقي المفروض إن كان المفروض تاخُد ساعتين خدت 6 ساعات عادي جدًا، ويضيّع عليه حاجات كتير كان المفروض يعملها في خلال اليوم، رغم إن الtask ديّة لو كانت خدت ساعتين وبرضه ما خلصتش، ما فيهاش مشكلة، كُنّا ممكن نكمّلها بُكرة عادي جدًا. إنّما لمّا خلّيناها تاخُد مساحة أكبر من مساحتها، ال6 ساعات أثّرت على حاجات تانية كانت ممكن تكون أهَم. فميزة الأجندة إنها هتفكّرك بالحاجات دي، هتبقى برضه لو عندك reminders أو حاجة هتفكّرك بيها، ولو عندك اجتماعات أو deadlines معيّنة المفروض تخلّص الشغل بتاعك قبل الdeadline هتساعدك برضه في حاجة زي كده. التكنيك رقم 12 وهو
هيكون خاص بالسوشيال ميديا. من أكتر الحاجات فعلًا اللي بتضيّع تركيز البني آدم وبتسحله هي السوشيال ميديا، فلو أنت عايز تنجز شغلك حاول وأنت شغال تبعد عن الموبايل إطلاقًا، أو حاول ما تخلّوش جنبك لو أنت تعرف تعمل ده وشغلك يسمح بده، وما تكونش بتستعمله، لإنه فعلًا من أكتر المشتتات اللي ممكن تلهيك وتضيّع وقتك. ولو أنت عايز تبدأ يومك بتركيز أو تعرف تنام كويس، حاول لا تمسك الموبايل فترة الصبح خالص، لإنه فعلًا هيصدّعك وهتلاقيه واخد من طاقتك اللي المفروض زي ما اتفقنا في التكنيك بتاع eat the frog إن إحنا نستغل فترة الصبح أو فترة بداية اليوم إن إحنا نخلّص أكبر مهمين عندنا، هتحس إنك مصدّع وإنك مكسّل، لإن خلاص هو أنت مسكت الشاشة وهي consumed منّك energy أنت المفروض كنت تستغلها في حاجة أفضل. وبرضه حاول ما تستعملوش قبل النوم، لإن هو مش هيخلّيك تنام بشكل كويس، وهيفضل يخلّي عقلك شغّال ومش هتاخد راحتك في النوم. أمّا بالنسبة للتكنيك رقم 13 فهو إنك تاخد كفايتك من النوم. النوم عامل بالضبط زي الcharger اللي هو بيشحن كل وظايف الجسم، واللي من ضمنهم أكيد دماغك اللي بتكون شغالة على مدار اليوم، فلو أنت ما نمتش بشكل كويس لا هتعرف تنتج كويس ولا هتعرف تركّز كويس، وبالتالي هتلاقي إن يومك بيخلص بسرعة وأنت ما عملتش حاجة، وإنك حاسس إن الوقت مش مقضّي وأنت مش عارف السبب فين، رغم إن السبب واضح قدّامك، أنت ما بتنامش كويس ومش مضبّط مواعيد نومك بشكل كويس، فهتلاقيك لا مركّز في الحاجات اللي بتعملها، الحاجة بدل ما بتاخد منّك ساعتين بتاخد 5، هتلاقي في الآخر إنّك مش عارف تدير وقتك صح، رغم إن المشكلة أبسط من كده بكتير، إنّك بس لو نمت كويس دماغك هتكون شغّالة كويس وبتfunction بشكل كويس، فهتعرف تزوّد إنتاجيتك، فهتلاقيك الحاجات بتعملها أو التاسكات اللي بتعملها في خلال اليوم بتاخد الوقت المناسب وبتعمل حاجات كتيرة وإنتاجيتك كويسة وعارف تضبّط وقتك بشكل كويس. أمّا بالنسبة للتكنيك رقم 14 هو إن ده بقى يعني أنا باحب أعمله كمان على المستوى الشخصي، هو إنّك تحاول تبقى عندك كده نظام مكافأة، إنّك تكافئ نَفْسك كده في آخر اليوم لو عملت حاجة معيّنة. طَب ده إيه علاقته بتنظيم الوقت؟ لمّا بنخلّص مهمة كبيرة وبنحس إن إحنا عملنا مجهود فعلًا كبير خلال اليوم، مكافأتنا لنَفْسنا دي بتأثّر فينا وفي إننا نكمّل فعلًا إن إحنا نخلق روتين أفضل ونعمل عادات كويسة. فلو إحنا استمرينا مثلًا أسبوع كامل ماشيين على جدول معيّن ومنظمين وقتنا، حاولوا دايمًا تكافئوا نفسكم وتنبسطوا، يعني ما فيش مشكلة إن إحنا ننبسط ونكافئ نفسنا فعلًا عشان عملنا مجهود، وخصوصًا لو أنت مثلًا كنت شغال مثلًا في مشروع معيّن وفي يوم معيّن حسيت إنك عملت إنجاز كبير وفهمت حتّة معيّنة كانت صعبة وعرفت تفهمها بشكل كويس وعملت إنجاز في فهمها واشتغلت فيها وخدت منك فعلًا مجهود ذهني، كافئ نفسك وانبسط عشان تحسّس نفسك إنك فعلًا عملت إنجاز كويس. ونظام المكافآت ده هو اللي بيخلق العادات الكويسة، فطول ما أنت عندك عادة عايز تحافظ عليها، حاول دايمًا يبقى ليها زي reward كده أو مكافأة تدّيها لنفسك عشان تبقى محفزة ليك إنك تكمّل على طول في العادة اللي أنت عايز تبنيها دي. أمّا بالنسبة بقى لآخر تكنيك هو إنك تراجع الprogress بتاعك، يعني حاول دايمًا كده تtrack الprogress بتاعك باستمرار، وتشوف إيه اللي محتاج يتغيّر أو يتعدّل، فأنت بتكون زي الرقيب على الموضوع ده بمعنى أصح. فوالله أنا ما أعرفش المفروض أحُط كام مهمة في الTo do list بتاعتي، وليكن دلوقتي إحنا عايزين ننظّم وقتنا بشكل كويس، فقُلنا خلاص إحنا هنعمل To do list، طَب أحُط كام مهمة فيها في الTo do list؟ أنا مش عارف، خلاص خلّيني أحُط 10. والله في نهاية اليوم لقيت إن أنا خلّصت 4 بس، ما تزعلش عادي، أنا دلوقتي عرفت إن أنا مقدرتي إن أنا أعمل 4 مهام في اليوم مثلًا، فالمرّة الجاية وأنا باخطط في الTo do list بتاعتي مش هاحُط 10 ممكن أحُط 6. فخلاص خلّصت مثلًا برضه 4، خلاص عرفت إن إمكانياتي مثلًا 4، فخلاص المرّة اللي بعدها هاحُط 4. فيبقى زي في feedback loop كده أو progress أنت بتتتبّعه وبتعرف تشوف أنت مشكلتك فين وهتتحل إزاي، وبناءً على الfeedback دوّة هتعرف بعد كده إيه اللي بيتناسب مع إمكانياتك وطاقتك في تنفيذ المهام اللي عندك. ف إنك تتراك الprogress بتاعك أو التقدُّم بتاعك وتتتبّعه وتنظيمك للوقت، وتشوف إيه الحاجات اللي بتلهيك والحاجات اللي ضيّعت وقتك خلال اليوم، وليه ما قدرتش مثلًا تخلّص باقي الحاجات، هل عشان كانوا فعلًا كتير وأنت ما قدرتش تعملهم وإمكانياتك ما كانتش قادرة إن هي تعمل أكتر من كده، والّا كان في بعض المشتتات اللي كانت ممكن تخلّيك تستغل الوقت ده بشكل أفضل؟ المراجعة المستمرة دي إنك تيجي في خلال آخر اليوم وتعمل reflection كده، يعني تعكس إيه اللي حصل في خلال اليوم وأنت بتراجع الprogress بتاعك في الto do list بيخلّيك عارف نَفْسك أكتر وقادر إنك تخلق لنَفْسك نظام خاص بيك أنت ويكون متناسب معاك. فكل الtechniques اللي اتكلمنا عليهم دول مهمين جدًا، وحقيقي يعني هيفرقوا معاك جدًا في تنظيمك للوقت وفي زيادة إنتاجيتك. أمّا بقى بالنسبة لتجربتي الشخصية مع تنظيم الوقت قبل ما كنت باعمل أي حاجة ليها علاقة بتنظيم الوقت، كنت بانظّم حياتي وباخطّط لها كويس. يعني عشان تنظّم وقتك
أنت محتاج تنظّم وقتك عشان تعمل مهام معيّنة، طَب المهام دي هتيجي منين؟ فأنا كنت باعمل خطة سنوية فيها شوية أهداف كده نِفْسي أحققها خلال السنة، أهداف عامة يعني نِفْسي أحققها، وبعدين بابدأ أوزّع الأهداف دي بشكل رُبع سنوي، يعني كل 3 شهور، وبعد كده بابدأ أعمل خطة لكل شهر وأقسّمهم بعد كده على الأسابيع. ميزة الموضوع ده بعيدًا إنه بس هياخد منّك وقت أول مرّة، إلا إنّك فعلًا بتكون عارف أنت عايز تعمل إيه في الأسابيع الجاية، مش بس ماشي اليوم بيومه كده على باب الله وحياتك عبارة بقى عن رَد فعل اللي بيحصل، لأ أنت مخطط وعارف أنت كويس عايز توصل لإيه. فمثلًا خلاص عرفت والله أهداف الشهر، وعرفت مثلًا إن ليّا أهداف دينية وأهداف صحية وأهداف شخصية وأهداف عملية وهكذا. بابدأ أوزّع في خلال الأسبوع الحاجات اللي ليها مواعيد ثابتة مثلًا، زي مثلًا مواعيد الكلية أو مواعيد الشغل الpart time أو مواعيد الرياضة أو لو عندي meetings أو مواعيد الدروس والكورسات وما إلى ذلك. وطبعًا أنا باعمل ده يعني باحاول أخلق لنفسي روتين معيّن في خلال اليوم، وأشوف أنهي أكتر وقت مناسب للحاجة دي. وكل ده طبعًا مش هييجي معاك من أول مرّة، يعني استحالة إن كل ده ييجي معاك perfect من أول مرّة، ولكن زي ما اتفقنا في آخر تكنيك إن بالمراجعة المستمرة اللي هو الreflection وإنك تبقى عندك tracking للprogress بتاعك، هو اللي هيوصّلك للخطة ولتنظيم الوقت المناسب ليك. فالمهم يعني بعد كل ده عرفنا إيه الحاجات اللي عايزين نعملها، ووزّعنا خلاص الحاجات في الأجندة بتاعتنا، باجي بعد كده إن كل يوم أحدد والله أنا عرفت إن الأسبوع ده مثلًا محتاج أخلّص 4 فيديوهات في الdata structure algorithms فخلاص النهارده في الTo do list بتاعتي هاشوف والله ممكن إيه، أشوف فيديو عن الفيديو الأولاني مثلًا وأطبّق عليه وأعمل كذا وهاعمل كذا وكذا وكذا، خلاص أنا باعمل الTo do اليومية كنت أنا عن تجربة شخصية باحب أعملها بالليل، عشان لمّا أصحى تاني يوم ما أفكّرش في أي حاجة، أكون صاحي كده فايق ورايق ما بافكّرش بقى إيه اللي هاعمله خلال اليوم لسه ونقعد إيه، نضيّع وقت الصبح يعني. فباكون مقرّر من قبلها، وكمان كنت باحب دايمًا أخصّص بس 3 مهام في اليوم يكونوا أساسيين بالنسبة لي، ولو خلّصتهم كده أنا مش زعلان، كده أنا خلّصت اللي المفروض كنت أخلّصه في خلال اليوم. والله خلّصت ال3 حاجات دول وعندي وقت زيادة في اليوم، خلاص ممكن تزوّد عادي جدًا، ولكن أنا بافضّل دايمًا أكون حريص على إن أنا أحُط 3 أولويات خلال اليوم، ال3 حاجات دول هم أكبر 3 حاجات أنا محتاج أخلّصهم النهارده، ولو خلّصتهم كده يبقى أنا يعني أكنّي خلاص غُمّة وانزاحت بقى وخلّصت اللي ورايا خلاص، ممكن بقى إيه، نبدأ نشوف إيه الحاجات اللي ممكن نعملها الرفاهيات وما إلى ذلك. وممكن فعلًا نبقى نعمل حلقة تانية خالص عن كيفية التخطيط، لإنه فعلًا من أهم المهارات اللي محتاج الناس تتعلمها، وهيفرق معاها في حياتها جدًا. وده لإنه في البداية زي ما قُلت، إحنا لمّا بننظّم وقتنا بننظّمه عشان عايزين نحقق أهداف وننتج، وأهدافنا دي محتاجة بالطبيعة إن هي يكون ليها تخطيط كويس، وإنها تكون فعلًا أهداف واقعية وليها كده timeline كويس، وزي ما بنقول كده smart objectives. وبعدين ننظّمها وننظّم وقتنا عشان نشتغل عليها. فإحنا الغاية في الآخر من تنظيمنا لوقتنا إن إحنا عايزين نحقق الأهداف اللي إحنا عايزين نعملها في خلال السنة أو في خلال الشهر أو في خلال الأسبوع أو حتى في خلال اليوم. فإحنا بننظّم وقتنا عشان نعمل شوية حاجات، الحاجات دي هي اللي هتساعدنا في تحقيق أهدافنا. فإحنا محتاجين أصلًا من البداية نكون مخططين للحاجات دي بشكل كويس. وطبعًا برضه في نقطة مهمة يمكن ما اتكلمناش عنها، ولكن أنا باشوف إن ممكن الناس تشوفها وتاخد عنها نبذة مختصرة مثلًا من قراية حاجة أو إن هم يشوفوا فيديو بسيط عنها، وإن هو إن الناس تكون عارفة إزاي تحدد أولوياتها، بمعنى أصح إزاي تفرّق في الTo do list بتاعتك هل المهام ديّة urgent والّا important اللي هو يعني هل مهام عاجلة والّا مهام مهمة؟ وإيه الفرق؟ يعني هل في task مثلًا معيّنة ممكن تكون urgent بس not important يعني هي عاجلة المفروض إنها تخلص بس مش مهمة، والّا في task ممكن تكون urgent وimportant يعني هي عاجلة ومهمة في نفس الوقت، وفي task ممكن تكون مهمة important بس مش urgent وما إلى ذلك، يعني ال4 احتمالات بتوعنا بقى. فكان في كده ممكن تدوّروا حتى عليها في النت زي مخطط كده بيشرح الموضوع دوّة، الفرق ما بين الurgency والimportant tasks في الtime management عبارة عن matrix كده متقسّمة 4 جهات، ممكن تقروا عنها وتشوفوها عشان ده هيساعدكم فعلًا إنكم وأنتم بتحددوا الto do lists بتاعتكم في خلال بقى كل يوم، إيه الفرق ما بين الحاجة الurgent والحاجة الimportant والمفروض آخُد decision أو آخُد قرار بناءً على كل واحدة عاملة إزاي وأتصرّف إزاي وقتها. فالحاجات دي فعلًا بتساعد في تحديد الأولويات. فأنا بصراحة من أول فترة الكلية لحد دلوقتي ماشي على نفس النهج ده، إن أنا باخطط، باحط أهداف ليّا، باوزّعهم خلال السنة شهور وأسابيع، وباحاول دايمًا يكون عندي يعني زي إيه، تنوُّع في الأهداف، عندي أهداف صحية، أهداف دينية، أهداف مجتمعية، أهداف والله عملية، أهداف ترفيهية حتى ما فيهاش مشكلة، وأبدأ أعمل todo كده باشوف الأولويات اللي ورايا، وأبدأ أستعمل الcalendar وأحجز فيها الslots للحاجات اللي أنا عايزها ثابتة وأعمل بيها روتين معيّن، وأبدأ أستعمل أغلب الtechniques اللي اتكلمنا عنهم فوق وذكرناهم فوق، عشان أحسّن من إنتاجيتي وتنظيمي لوقتي.
طب أنا إزاي كنت باعمل بقى فترة الكلية كمية الحاجات اللي أنا ذكرتها فوق دي؟ هي الفكرة كلّها إنّك مع الوقت بتفهم يومك بقى عامل إزاي، فبتبدأ تستغلّه بأحسن شكل ممكن وتستغل الفجوات اللي موجودة، وده طبعًا هيظهر كمان باستعمالك الكالندر وإنّك تعمل الtracking للprogress بتاعك خلال اليوم. فأنا مثلًا والله كنت باكتشف إن أنا بيكون عندي أوقات فاضية بين المحاضرات، فخلاص بدل ما أقعد فاضي ما باعملش أي حاجة ما بين المحاضرات وعمّال أتمشى في الكلية، كنت مثلًا باخلّص الشغل الخاص بالنشاط الطلابي. وهكذا بقى، يعني فايدة الكالندر زي ما قُلنا إن هي هتوضّح لك الslots دي، والله أنا دلوقتي مثلًا خلّصت شغل وفي مشوار مثلًا من الشغل للبيت هياخد ساعة إلا ربع، خلاص وأنا في المواصلات ديّة أو وأنا مثلًا في الgym باتمرّن التمرينة بتاعتي، هاسمع podcast معيّن أو هاسمع درس المفروض أخلّصه أو course مثلًا مش محتاج إن هو يبقى في visual interaction ما بينه، لأ أنا محتاج أسمعه بس وأنا هاكون مركّز فيه وأنا في المواصلات مثلًا أو وأنا باتمرّن. في ناس ما بتعرفش تركّز، يعني أنا على النقيض بقى في ناس مثلًا وهي بتتمرّن تقول لك لأ أنا ما باعرفش أركّز في ده، أنا باكون محتاج أركّز في التمرين بس، فخلاص يعني هو كل واحد برضه على حسب إمكانياته، فمن الآخر ما فيش حد هيعرّفك خالص إزاي تنظّم وقتك صح غير نَفْسك، كل اللي الناس هتقوله لك هيكمن كده في بعض النصايح والإرشادات اللي تخلّيك تحسّن من إنتاجيتك وتنظيمك للوقت، واللي أغلب التكنيكس خلاص يعني اتكلّمنا عنها وقُتلت بحثًا يعني، ولكن فعليًا إيه اللي هيمشي معاك وإيه المناسب ليك، ده كلّه بيتوقّف عليك أنت. فابدأ من دلوقتي، حُط خطة وابدأ لو مش عارف تحُط خطة سنوية، اعمل خطة شهرية أو حتى أسبوعية بس، ومش لازم تعقّد الدنيا، المهم إنّك تبدأ وخلاص، واعمل to do وحُط كده 3 تاسكات أو 3 مهام في اليوم، حاول تخلّصهم وتكافئ نَفْسك لو خلّصتهم في نهاية اليوم، وتشوف إزاي ترتّب أولوياتك. هنيجي بقى هنا لسؤال يمكن بيتكرر كتير، وأنا حبيت برضه أذكره هنا بالمرّة بما إن إحنا بنتكلم عن تنظيم الوقت، وهو يا ترى هل المفروض أذاكر ساعتين والّا 4 ساعات والّا 6 ساعات والّا أذاكر ساعة بس في اليوم عشان أبقى كويس في المجال؟ والله دي حاجة أنت بتحددها بنفسك بما يتناسب مع أولوياتك وأهدافك. في اللي بيحب يذاكر أيام الأجازة بس، يقول لك لأ أنا ما باكونش فايق أيام الشغل، فما عنديش إمكانية أو capacity أو mindset تسمح لي إن أنا أذاكر بجانب ساعات الشغل، فخلاص فأنا هاراكم ساعات الشغل ديّة ساعات المذاكرة خلال أيام الشغل، واحطها في أيام الأجازة أكني مثلًا شغال الأسبوع كله، واذاكر أيام الأجازة. في ناس تقول لك لأ، أنا أيام الأجازة عايز أريّح دماغي خالص، ما أفكّرش في أي حاجة ليها علاقة بالمجال، فأنا خلاص هاذاكر كل يوم مثلًا ساعتين. في اللي يقول لك لأ، أنا مش هاعرف أذاكر ساعتين، أنا هاذاكر ساعة واحدة بس. فأنت في الآخر مش هتكون شبه حد فيهم كلّهم، أنت اللي عارف أولوياتك وعارف حياتك، وكل حد ليه أولويات وحياة مختلفة تمامًا عن التاني. في حد بيكون أولوياته إنه لمّا يخلّص شغله يبدأ يعني يقعد مع أهله وعيلته ويقضّي وقت معاهم كويس وما إلى ذلك، وفي حد تاني بيكون عايز يتمرّن ويسمع دروس أو يقرا كُتب وما إلى ذلك، وفي حد عاوز يبقى كويس جدًا في المجال ومتميز جدًا فيه فبيدّي له وقت أكبر، وفي حد عايز يبني مشروع خاص بيه جانبي. فكل واحد ليه أولويات مختلفة عنك، بس المهم إننا مش مختلفين تمامًا في نفس الconcept، هو إنك عشان تبقى كويس في المجال ومتميز فيه، إحنا محتاجين استمرارية في المذاكرة عشان نفضل دايمًا محتكين بالمجال وبالسوق وإيه اللي بيحصل، فإحنا محتاجين مذاكرة مستمرة، فلأ يعني مما لا شك فيه إن إحنا كلنا متفقين على ده. طب المذاكرة قد إيه بقى؟ ده يعني بتاع كل واحد بقى، هو كل واحد اللي بيفكّر إيه اللي بيسمح مع وقته وأولوياته إن هو يذاكر لمدة قد إيه، ولكن زي ما اتفقنا كلنا متفقين إن المذاكرة شيء لابد منه عشان تتميز وتفضل مكمّل حتى في المجال. وزي ما قُلنا يعني أنت ممكن تكون بتدّي للمذاكرة ساعة في اليوم، يعني خلّونا ناخد المثال الجميل دوّة برضه عشان أنا باحب أعيد النقطة دي تاني، خصوصًا الناس اللي بتقارن وبتبقى قاعدة مكتئبة. والله أنا واحد عندي أولويات إن أنا عايز أقعد مع أهلي وعايز أشوف دروس دينية وعايز أسمع دروس وما إلى ذلك وأتمرّن وعايز أقرا، ففي حاجات كتير عايز أعملها بجانب المجال. طيب خلاص، أنا ممكن أحُط ساعة في اليوم، ممكن أحُط نُص ساعة في اليوم. غيرك ممكن يكون بيذاكر في اليوم 6 ساعات، هل هو أحسن منّك؟ لأ خالص. هو والله يعني لو هو بيشوف كورس ونفس الكورس ده أنت بتشوفه، أو هو بيقرا كتاب ونفس الكتاب ده أنت بتقراه، لو هو خلّصه في شهر أنت هتخلّصه في 6، لو هو خلّصه في 10 أيام أنت هتخلّصه في شهرين. فالمهم إنكم في الآخر هتوصلوا، يعني المهم إنه في الآخر الكورس ده هو هيخلّصه وأنت هتخلّصه، والكتاب ده هو هيخلّصه وأنت هتخلّصه. بس الفكرة إن كل واحد بقى أولوياته عاملة إزاي، ودنيته عاملة إزاي، وحياته مترتبة إزاي، وهل كل واحد مبسوط باللي بيعمله والّا لأ، ده بيفرق. والله أنا مش هانبسط مثلًا لو هو كان بيذاكر 6 ساعات وأنا باذاكر 6 ساعات زيه، أنا مش هاعرف أقضّي وقت مع أهلي وصحابي وأعرف أقرا وأتمرّن وأعمل كل الحاجات دي، أنا مش هاعرف أعمل كمية الحاجات دي، فأنا مش هاكون مبسوط. ولكن على النقيض هو
شايف إن هو كده ده بيبسطه ومخلّيه مبسوط وبيعمل مع ده مثلًا هو مثلًا يكون مركّز في حاجات تانية في حياته برضه، مش مدّي لها الأهمية ولا الأولويات نفس اللي عندك، فخلاص يعني ما فيش مجال للمقارنة، أنت لا شُفت حياته ولا هو شاف حياتك ولا أنت عارف أولوياته إيه ولا هو عارف أولوياتك إيه، فالمهم إنّك ما تقارنش تاني نفسك بحد، المهم إنّك عارف دلوقتي إنّك محتاج تذاكر عدد ساعات بقى على حسب اللي أنت هتقدر تنظّمه، المهم إنّك محتاج تذاكر عشان تكمّل في المجال وعشان تتميّز فيه. فبكده نكون وصلنا لنهاية حكايتنا، وفي الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.